بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ مشعل مالك محمد الصباح وأخوانه، الأخوة كبار قادتنا الذين نفتخر بكم ونرفع لكم القبعة ونثق بقيادتكم، الأخوة الزملاء السادة الضيوف الكرام، أولا نتقدم بالشكر للشيخ مشعل الأحمد الصباح لما زاروه جمعية الضباط المتقاعدين، كان نعم القائد ونعم الداعم. شال التلفون وكلم سمو رئيس مجلس الوزراء لدعم جمعية الضباط المتقاعدين. هذا رقم واحد. رقم اثنين، أنا فخور أن خليتوني أتحدث بالرغم من وجود هامات من القادة أمامي، فسعيد جدا أنهم شرفوني أني أتحدث باسمهم، وأنا كنت ضابط أعمل تحت قيادتهم، فلهم الشكر والتقدير. النقطة الثالثة، شكرا لمجلس إدارة جمعية الضباط المتقاعدين، سواء رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس المجلس أو مجلس الإدارة، على جهدهم الواضح اللي جعلوا في بنيان لجمعية الضباط المتقاعدين. الآن من المهم أن يكون لنا جمعية سواء كضباط متقاعدين أو كعسكريين. كل دول العالم لديها هذه الجمعية. ليش؟ تلتقي فيها الخبرات، التعارف الاجتماعي. الله يجزاه خير الشيخ جمعنا في ناس ما شفناهم من زمان، وأيضا نكون سند ومشورة للقيادة السياسية أو القيادة العسكرية. سن التقاعد أعتقد أنه هو حياة أخرى، إما أن نقضيه في البيت أو نقضيه في المجهود اللي يخدم الدولة. نناشد الدولة والمسؤولين أن يستفيدون من هذه الخبرات، لأن فيها خبرات طويلة، ودنا نرد المعروف للوطن اللي درسنا واللي ودانا في دورات واللي تعب علينا. هذه نقطة مهمة، أتمنى من المسؤولين أن يدركوها، أن الضباط والعسكريين المتقاعدين دائما على استعداد لخدمة البلاد وخدمة العلم وتحت راية حضرة صاحب السمو حفظه الله. هذا شيء لازم ندركه. النقطة الأخرى، أتمنى أن من مجلس الإدارة أن يشكل مجموعات عمل نستطيع أن نتقدم فيها للمؤسسات اللي تحتاج المشورة. عندنا ناس دكاترة في جميع التخصصات، وفي ناس عندها خبرات. أتمنى أن الدولة بدل ما تسند لأشخاص ومؤسسات أبحاث لا تعرف الطبيعة، أتمنى أنها تسندها لجمعية الضباط المتقاعدين. النقطة الخامسة أو السادسة، أعتقد أن هناك مناصب تحتاج إلى الخبرة، وعندنا من الخبرات الكثير من الأخوة الضباط المتقاعدين، وأتمنى أن يتم استخدام العسكريين كدور مساند للمؤسسة الأمنية أو المؤسسة العسكرية أو مؤسسات الإطفاء أو في الحرس الوطني. في النهاية شاكر لحضوركم. نريد الحقيقة مقر واضح مثل ما قاموا فيه الأخوان، ونريد أيضا دعم القادة معنا أنهم يكلمون المسؤولين لكي تكون هناك مبنى جميل نلتقي فيه، نتشاور فيه، مثل هالقعدة الجميلة هذه، نقدم مقترحاتنا، نساعد بعض. المؤسسات العسكرية اللي فيها متقاعدين في كل دول العالم لها دور بارز في الحياة الاجتماعية وفي الحياة الأكاديمية، بالتالي نكون احنا مصدر رافد نخدم هذا الوطن، بدل ما نكون جنود مجهولين قاعدين في بيوتنا. عندنا المؤهلات، يمكن البعض حصل له الفرصة أنه يطلع، بينما في أفضل منه جالس لأن لم تسلط عليه الأضواء أو الإعلام. في هذه الجمعية تختار الجمعية أعضائها. وفي الختام الحقيقة نشكر راعي الحفل، وأتقدم بالشكر إلى كل القادة اللي حضروا، وأشوف ابتساماتهم وأشوفهم ما شاء الله شباب، وعسى الله يديم علينا الصحة والعافية والأمن.
وأيضا احنا في الكويت لن تستطيع الطائفية ولا المذهبية أن تؤثر على الكويتيين كلهم، فاحنا بحمد الله أسرة واحدة سواء في المجتمع المدني أو المجتمع العسكري، متحابين، وبالتالي نحن نقف صفا واحدا مع القيادة السياسية ضد الإرهاب وضد التهديد وضد الطائفية وضد الأخطار، ونقف ضد كل من يحاول أن يؤدلج أو يؤجج الطائفية. محبتنا الحمد لله شفناها كانت واضحة جدا. وفي النهاية أشكر راعي الحفل، لازم نشكر راعي الحفل صراحة، وهذا دور الأسرة الحاكمة. الأسرة الحاكمة يجب أن تدعم جمعيات النفع العام سواء بالتشريف والحضور أو بالدعم الإداري أو بالدعم المعنوي. وأعتقد سعادة الشيخ مشعل وأشقائه يعني عملوا بادرة طيبة نتمنى أن نراها عند الآخرين. النقطة الأخيرة في الأخ العقيد الركن ناصر سالمين عمل كتاب ويريد أن يقدم إهداء لراعي الحفل، فليتفضل. تفضل أبو بدر. كتاب شكرا للدكتور فهد الشليمي على هذه الكلمة الطيبة. الحقيقة كل واحد فيكم أيها الإخوة الحاضرين، كل واحد فيكم مخزون، وكل واحد فيكم خبرات السنين التي جعلت منه هذا الرجل والذي يستحق مثل هذا التكريم. فكل واحد فيكم يجب أن يعتز بنفسه وأن يعتد بنفسه، لأنه قدم الكثير لهذا الوطن الغالي. وبالتالي كما تفضل الأخ الدكتور فهد الشليمي أنه نتمنى من المسؤولين الاستعانة بكم وبخبراتكم وفي إمكانياتكم، وكما نقول أهل مكة أدرى بشعابها، فأنتم أولى من غيركم وأنتم أحق من غيركم في سبيل تقديم المشورة وتقديم الخدمات التي يحتاجها مختلف الأسلحة في القوات المسلحة، الجيش والشرطة والحرس الوطني. بارك الله فيكم. ومرة أخرى نقدم الشكر الجزيل لراعي الحفل وإخوانه الأخ الشيخ مشعل مالك محمد الصباح. وفي الختام نقول لكم كل عام وأنتم بخير، ونرجو منكم التوجه إلى المنصة لأخذ صورة تذكارية للجميع، أخذ صورة تذكارية مع راعي الحفل، وبعد ذلك تفضلوا إلى دعوة العشاء. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.